وهم ان شاء الله يرد عليك. لو سمحت. انا سؤالي معلش مختصر. حضرتك لا تخشى على نفسك وعلى مصر. احنا مع شعارنا احنا كرامه جدا لاقصى درجه، لكن حضرتك مش خايف على نفسك وعلى مصر من بعض القرارات الصارمه جدا اللي ممكن تؤدي مثلا على مصر نتائج سلبيه. حضرتك شايف حصار مثلا على ايران، وزمان حصل عدوان ثلاثي نتيجه اتخاذ بعض القرارات الصارمه. أشكرك هل مفيش نوع من السياسه؟ أشكرك لدرجة إن أنا هاخد في الإجابة، يعني هطول الفترة وهاخد في الإجابة على الموضوع ده 10 دقائق كاملة لأهميته البالغة. الأخ بيقول كلمة في منتهى الأهمية. هل أنت مش خايف من إن أنت رجل مبادئ وعايز تطبق الصح والغلط على إنه مصر تحاصر؟ وأقول لك يا أخي الكريم، أولا ليس واردا أن أخذ أي قرارات شديدة، بالعكس أنا قلت إن برنامجي ينبني على جمع 3 كلمات مع بعض: الحكمة، ولكن الحكمة التي لا تؤدي إلى ذل، الحكمة، العزة، المصلحة. لما تروحوا فكروا في ال3 كلمات دول هتلاقي البرنامج لو راعيت الحكمة والعزة والمصلحة لا يمكن تجد منفذ لضعف البرنامج. مصر عايزكم تبقوا عارفين بلد قوية إقليميا جدا، أقوى من أمريكا ومع ذلك أنا هتفاعل وهخدم على المصالح الأمريكية زي ما هشترط إنهم يخدموا على المصالح المصرية عشان جانب المصلحة. إنما ليه أنا بقول لك مصر أقوى من أمريكا؟ وصدقني لأن هم لما جم يحاصروا، أقول لك حاجة مهمة يمكن لأول مرة بقولها: العراق لما عصلجت ضربوها، مش عارف فين ضربوها فين، إنما سوريا برغم ضعفها خايفين منها ليه وبيقدموا رجل ويرجعوا رجل؟ لأن سوريا برافو عليك على حدود الإسرائيليين، فعارفين إنه لو ضغط على سوريا ضغط زيادة في خطر على الإسرائيليين. هنا بقى الأمر مختلف، هنا مش الإسرائيليين في هضبة الجولان فوق وأنا تحت وخايف منهم، ده العكس. إسرائيل تتخنق من هنا من زمارة رقبتها اقتصاديا لو الترعة اللي اسمها خليج العقبة هي مش ترعة طبعا، والبحر الأحمر اتقفلوا عليها لأنها بتصدر لإفريقيا. هي ما بتصدرش لأوروبا إلا الموالح والفاكهة، إنما التصدير اللي بيعيش إسرائيل عن طريق إفريقيا، لأن إفريقيا هي البلاد الأكثر تخلفا فتعرف تبيع. ما بيعرفش يوصل أفريقيا غير عن طريق مصر، خليج العقبة والبحر الأحمر. لو حس إنه هيحاصر الشعب المصري بحيث الشعب المصري هيطق من جنابه زي ما يقولوا هيقف له على المورد ده، هيتخنق لا يمكن. طب أمريكا ممكن تدفع لهم معونات بدل الحصار اللي هيحصل لإسرائيل في الوقت ده؟ مستحيل. ليه؟ لأن لو دفعت لهم هتنقص من دخل المواطن الأمريكي، هينقص الدخل، هيسقط أوباما في الانتخابات. فالرئيس الأمريكي يعلم أن استرضاء الشعب المصري شرط لاستمراره في الرئاسة. احنا الوحيدين اللي مش فاهمين كده، عشان كده قاعدين قدامهم مرتعشين. ولذلك صدقني يوم ما ينتخب رئيس جمهورية بدون تعريض بحد، بعض رؤساء الجمهورية يوم ما هينتخب أمريكا هي اللي هتحتفل مش مصر، وبعض المرشحين يوم ما تنتخب مصر هي اللي ممكن تحتفل بعزتها وكرامتها. ويوم ما هيقعدوا على الترابيزة في المفاوضات مش هتحتاج تقنع أمريكا وإسرائيل بشيء، هم هيبقوا فاهمين سلفا أنت مين. ومع ذلك أنت مش هتستعمل ده خالص لحرب أمريكا دلوقتي ولا إسرائيل ولا حاجة، أنت هتستعمله بس في إنك تبني الأسس بتاعتك، ومش هتقوله، هو فهمه أكتر منك. يا راجل ده تفجير خط أنابيب الغاز لمدة 10 مرات ولا 11 مرة من أول 25 يناير لغاية دلوقتي، مش عارفين يتصرفوا فيه لأنهم عارفين إنهم ما يعرفوش يلمسوا الشعب. إنما كان قبل كده حد يقدر يهوب، مباحث أمن الدولة كانت ممكن تخلص على السيناوية كلهم. إنما دلوقتي لأن الشعب صار يحيا كريما محدش عارف يدوس له على طرف، هم كل مرة يتفجر يروحوا يصلحوه تاني ويصلحوه تاني وهيفضلوا يصلحوه. أقول لك حاجة أكتر من كده لتشعروا يا إخواني بدماء العزة تجري في عروقكم. مش حصار مصر،
لما قامت ثورة 25 يناير كان في حصار لغزة. أنا أشكرك والله على السؤال ده، وأنا أتمنى أفضل قاعد معاكم 10 ساعات أجاوب أسئلتكم دي كلها، مش 10 دقايق. إنما لما قامت ثورة 25 يناير كانت غزة هي اللي محاصرة، فاكرين ولا نسيتوا؟ غزة محاصرة والمعابر وممنوع ومش عارف ايه وبيموتوا ومفيش دواء ومفيش ومش عارفين. أول ما قامت ثورة 25 يناير ما قدروش يفضلوا مستمرين في حصار غزة مش مصر. ليه؟ لأنه لقوا إن الشعب المصري عمل ثورة وبقى وقف على رجله. أول ما الشعب وقف بس كده على رجله جريوا بسرعة يصالحوا حماس على منظمة التحرير الفلسطينية ويتصرفوا، وما رجعوش لشيء من الحصار إلا لما رجعنا احنا تاني. السلطة العسكرية قبعت وبدأوا يرجعوا مرة تانية شوية بشوية. ما قدروش يحاصروا غزة، هيقدروا يحاصروا مصر؟ انت عندك حتى الآن الوضع القائم على الحدود المصرية لا يمكن سفينة إسرائيلية واحدة تعرف تعدي. لو سمحتوا لما تروحوا بشوفوا خليج العقبة على الخريطة شكله ازاي. لا يمكن تستطيع سفينة إسرائيلية تعدي إلا لو في 4 دول إسلامية عربية موافقة: مصر والسعودية والأردن واليمن والسودان، 5. ولذلك هم ليه؟ لأنه دول اليمين والشمال من غير تدخل حكومي، مجرد الشباب واقفين على الشاطئ. ولذلك هم ليه منعوا طول عمر حسني مبارك والسادات انك تبني قرى البحر الأحمر دي كلها قرى سياحية، ما فيش نمو سكاني، لأنه لازم الحتة دي تفضل فاضية عشان إسرائيل تمشي آمنة. هقول لكم شيء ليس سرا عشان تعرف ان احنا الأعز في المنطقة والأقوى إقليميا من أمريكا، ومش هنستخدم ده في حرب، هنستخدمه بس في ان احنا نبني بلدنا بس بعزة وكرامة بس. انما مش هقعد امدح ده يا سلام على اللي عملوا واللي حموا الثورة واللي وقفوا معانا لا 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 يمكن. لما حصلت مشكلة القراصنة الصوماليين في القرن الإفريقي، فاكرينها؟ حبت مصر، اسمعوا المصيبة والفضيحة والرابع أو 5 مرة بأوجعكم زي ما أنا موجوع. لما مصر حبت تحل هذه المشكلة لأنها لا تستخدم البحر الأحمر والقرن الإفريقي والمنطقة دي ملاحيا، لأن إسرائيل منعها وبتحاول تقوم بالنيابة عنها بهذا الدور عن طريق السفن حتى التجارية زي ما قلت لكم. مصر احتاجت إنها تخاطب المخابرات الإسرائيلية وتطلب معونتها لحل هذه المشكلة، وعمر سليمان ده هو الذي قام بهذا الدور، لأنه سايبين البحر الأحمر والمخابرات الأمريكية الإسرائيلية تستقل بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. اليوم اللي الشباب ده يعرف يختار مش بس لرئاسة الجمهورية وللحكومة البرلمان، يعني ناس محترمة ليس عندها تعدد في الولاءات، في اللحظة دي هم اللي ركابهم هتخبط ويجي يقول لك طب انت عايز ايه، وساعتها هنقدم لهم اللي هم عايزينه وهناخد اللي احنا عايزينه وهنصبر على مجتمعنا حتى يصير ان شاء الله في مصاف الدول مشرفا باذن الله عز وجل. انا مش عارف اعمل ايه اخيرا وليس اخيرا اتوجه باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل أستاذنا الأستاذ فاروق إسماعيل، سائلين الله أن يولي علينا أخبارنا ولا أن يولي علينا شرورنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر حضرتك، ربنا يحفظكم يا رب. أولا احنا بنشكر الدكتور حازم باسم الجامعة، بنحييه على هذا اللقاء المثمر، وإذا كان الحقيقة لينا نصيحة نوجهها له أو أنا أوجهها له، وطبعا رئيس الجمهورية يسمع النصايح، مش كده؟ رئيس الجمهورية الديمقراطي هو عادة في الأول بيسمعوا بعد كده. أنا في رأيي من خلال انطباعي عن هذا اللقاء إنه الأستاذ حازم أبو إسماعيل يملك قدرة كبيرة جدا على التواصل مع الجمهور، وله جاذبية شديدة جدا في الاتصال المباشر. أنا أرجوه يقلل من التلفزيون والفضائيات ويكتر من اللقاء المباشر مع الناس. انت عندك قدرة رهيبة جدا في الإقناع، وربنا مديك موهبة ما تبددهاش في الفضائيات
واستثمرها في اللقاء المباشر مع المواطنين. طب دلوقتي احنا بنحييه ده مرة ثانية ومش هنخليه يرد. دلوقتي ده استاذ عميد كليه الاعلام واستاذ الاعلام لما يقول لي كده لازم اسمع الكلام. بس انا دلوقتي عندي بعد بكره برنامج مع معتز الدمرداش على قناه الحياه، وبفكر اروح ومعايا شويه ناس بعصيان ولا حاجه يا الاستاذ خالد الطوخي رئيس مجلس امناء الجامعه يحيي الاستاذ حازم ابو اسماعيل ويقدم له درع الجامعه. اتفضل. والله ده انا اللي اقدمه الجرعه على اليوم الجميل ده، والله الحقيقه ربنا يبارك فيك. الف شكر، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا عايز اعرف اولا، هو انتوا كلكم طلبه في الجامعه؟ ربنا يكرمكم. وعلى كل حال انا ان شاء الله اذا اذن لي الاستاذ خالد الطوخي واخذا بوصيه الدكتور فاروق ان شاء الله تتعدد اللقاءات وهنا، واعتبر هذا المكان وان كان هو لكل المرشحين انما اعتبره مكانا يعني انتمي اليه، واشكره شكرا جزيلا على هذا الجلسه.